وهي في المطعم بيتوري الواحد كلمة انها محتاجة المساعدة عشان ينقذها، ولما بيعرف انها في خطر بيروح لها وبيمسك السكينة وبيحطها في قميص الولد عشان ما يقومش ويروح وراهم، وبيقول له انت بتعمل ايه، وبيحط السكينة تانية على قميصه وبيطلع يجري وما بيعرفش يقوم وراهم. ولما بيخرجوا البنت بتفسك الكاوتش بتاعه عشان ما يروحش وراهم، والولد اللي ساعدها بيقول لها انا شكلي نسيت المحفظة اللي فيها المفاتيح جوه، والولد بيشوف ان نسي المحفظة بتاعته، ولما بيخرج بيلاقي كاوتش العربية مفسي وبيشوف ان عربيته موجودة وبيعرف عنوانه وبيقرر يروح على بيته عشان يستناه هناك. بعد كده لما بيطلعوا من العربية بيقول لها ان ده بيتي وهو اكيد مستنينا هنا، وفعلا هما ماشيين بيشوفوه في البيت. ولما بيطلعوا على فوق بيلاقي ان اصحابه بيحتفلوا بعيد ميلاده وبيقول له اصحابه الشباب تعالوا معايا، ولما بيدوروا عليه بيلاقوا ان هو هرب. بعد كده لما بتكون لوحدها بيجي جوزها وبيقول لها تعالى معايا بالذوق، بس ولا بيجي وبيقول له سيبها، فبيرفع لها السكينه وبيقول لها مش انت عايزه تيجي معايا، والبنت بتخاف وبتقول ايوه ده جوزي وانا هروح معاه. وبعد 6 شهور البنت بتكون حامل وجوزها بيقول لها هتاكلي ولا امه هاكلك غصب عنك، فالولد بيروح لها وجوزها مش موجود وبيقول لها انا كنت هنا في المطعم وشفته هو بيعاملك ازاي، وبيقول لها انا عندي خطه عشان تنتقمي منه، وجوزها بيشوفها ماشيه وبيروح وراها ويقول لها انت رايحه فين، بس بيلاقي ان دي مش مراته. ولما بيخرج بيلاقي واحده لابسه نفس لبس مراته، ولما بيروح لها بيلاقي ان دي مش مراته، وبتشوفها هي وولادها رايحين يركبوا العربيه، ولما بيروح لهم برضه بيلاقي ان دي مش مراته، وبيجي البوليس وبيقبض عليه بسبب معاملته مع مراته، وبيطلع انهم كانوا بيعطلوه، والبنت بتشكره عشان انقذها وبتقول له انا ما كنتش عايشه مع انسان ده وحش. لو عجبك اللي هو عمله ما تنساش تصلي على النبي.